حائرة أنا بصمت المذياع والتلفاز والمنظمات الإنسانية، بصمت قاتل. حائرة هرمت من شتاء بلا نهاية في السويد أو في معتقلات سيبيريا الانعزالية، كما فعل ستالين. لقد فرق الكرد وأرسلهم إلى سيبيريا ليقتلون بدم وثلج بارد، وهنا اليوم اقتلوا بدم بارد في معتقلات الغربة، رغم أن تضاريسهم وربيعهم لا يشبه ربيع كردستان، ورغم أن قلوبهم الطيبة وشعب ديمقراطي يغيرون القوانين لأجل الإنسانية، ولكن أن لا ننسى يوجد نبع نازي في كل أوروبا يكره الرأس الأسود مثل سفيريا ديمقراط، وفي دنمارك العنصريين اليمينيون. أجل يوجد ذيل السفارات الدكتاتورية في أوروبا، لا يعنيني أي شيء، حتى رواياتهم سلمى لاغلوف والفنان الرسام زورن ويوسي بيورن الموسيقار. نعم، أنا لست بالهزيمة، أحب التحديات مثل ماكسيم غوركي وبوشكين وغارا وفيكتور غيفارا والسجين أوجلان ومانديلا. في الغربة رغم عيشي في أماكنهم وعماراتهم وجناتهم وثرواتهم والأماكن العمرانية المتحضرة، أقتل كل يوم، لأنني أتحدى كل إنسان قتلوا النفس الكردي وقطعوا رأسه الكردي. تشيتشاكوباني وهافرين وآفستا وباربين وملك نبي خليل جمعة رموها في الغابات. أي زمن نحن الآن؟ الطفل الذي سمع اللغة الكردية بألحان كردية يقتل في ساحات تركيا. باريش تشاكيان قتل لأنه أحب أن يسمع بلغته الموسيقى. أي زمان نحن الآن؟ لقد أعدم قاضي محمد والشيخ سعيد رضا وسعيد آلتي وليلى قاسم، وألقوا السم في فرنسا في أوتيل لمعين سيسو الشاعر الفلسطيني الصوت الحر، وللممثل يلماز غوني الكردي. وفقدوهم من الإنجاب الجلاد الطوراني العثماني مثل محمود سليم وناظم حكمت وحميد أراغون. مير جلدة بدر خان قال له: لسنا بالكنية التركية، فبدر خان كنيتك. نعم، نفتخر بالاسم الكردي لأنني كردية، حتى قبري وقبر غير كردي يحرم علينا أن نسمي بلغة الاسم أو القبر بالكردية. من عهد آتاتورك حرم القافية الثلاثة، الغاء والقاف والواو،
اللغة الكردية بتسمية الأطفال والقبور. الصامتون 30 مليون كردي في تركيا ويتغزلون مثل ليلى ومجنون. بصمتكم لا أرحمكم. نعم، نحن 70 مليون كردي في تعتيم إحصائيا لكل أجزاء الأربعة وكردستان الأحمر وفي العالم كله نحن 70 مليون. الفاشية عتمت على إحصائياتنا. نعم، لقد سجن والدي في تدمر ومزة وصيدناية ومسلمية. رشيد عبد مجيد مع رشيد حمو وجيجر خونة ويا ميشيل كيلو الذي لا تعترف بالكردية. أذكرك، يحرق اليابس والأخضر في عفرين ويزرع ديناميت العثماني على حدود روج آفا. والصمت العالمي. ألهذه الدرجة دماؤنا ماء؟ ألهذه العداوة للكرد؟ 1400 ألا يكفيك يا مسلم أن تعتدي على الكرد وقطع رؤوسنا؟ زردشت تبرأ من دينكم. نعم، التاريخ يقول ذلك، لأن ديننا التسامح. نحن من دينكم تقطعون رؤوسنا. في أي زمن نحن؟ نعم، أتحدى كل ديناميت تزرعه يا عثماني في أراضي كوباني وقامشلي وعفرين تزرعونه هذه الألغام. سأخرجها وسأحطم كل الدوار والجدران الذي عمرته أنت بيديك، فسأقلعه مثل جدار برلين. سأهدمه إن كنت عائشة. لذلك حائرة أنا، لساني لم يعد بالتكلم. حائرة أنا، لن أصل إلى كردستان من السويد لعفرينتي وكركوك وسريكانية وقركسبي وكرمنشاه وأيلم وأورمية وآمد وزيلان ومردين. لقد نفذ الصبر وفاض الكيل بطول نهر الفرات وخابور ودجلة. سآتي رغم الأعاصير كالرياح من الجبال زغروس وطوروس وشاكرمنج وليلون وكرمانج وسيبان، مع أغنية جميل هورو حسن نازي وعلتجو وبابي صلاح وأحمد كيلو من كيليبو وعلي شاكر ومحمود عزيز وآرام وقربتي خدشو وحسن زيرك. نعم، مع ألحان وصوت رقيق عيششان وميرم خان وسوسنه. الغربة نخعت وتنخر عظامي وتنخرها، ولكن قلمي لن ينخر بالرصاص على صوت الجلاد. لقد حرمت من قطف العنب في عنتاب وموش والتين من جنات عفرين والزيتونة. حرمت من نوروزا ولغة لساني لأغني بالكردية.
ألا يكفيكم الأنفال؟ ألم يكن لكم درسا؟ العدو يتحد فالكرد يتفرق. ألا يكفيكم حلبشة وسينما عامودة وزيلان وشنغال وسنجار وعفرين وكوباني وقامشلي والإعدامات اليومية في إيران والسجون ممتلئة في الطوران العثماني سجونهم. نعم، حرمت أن أقطف العنب من قرية حج خليل وأغني مع ألحان سومرية وكرمانجية. حرمت من العزاء والعرسان والعرس في حج خليل وعفرين. حرمت من الدروس الديانة في مدارس فاشية لأنني يهودية أو مسلمة أو يزيدية. نعم، اليزيدي لا يذهب إلى الدين الإسلامي في وقت الدراسة، يطرد من الصف. نعم، هكذا الكردي ينحرم إن كان يزيدا أو كرديا أو مسلما، ينحرم من المدرسة لأنه بلا حمد تكلم اللغة الكردية. نعم، تكلمت بلغة كردية مع أختي بلا حمد فطردت مع تحية العلم مع تف من كل الطلاب فوقي لأنني فقط تكلمت بلا حمد الكردية. رغم ذلك أحبك يا كردستانتي. رغم الويلات نقشت اسم كردستان في جدران سجون مزة ومسلمية وتدمر وسجونا إفرادية لا وجود لها في الأرشيف في الشرق الأوسط. نعم، أكره الوداعة مثل عبد الله أوجلان، مثل عبد الله بيشاو وحامد بدر خان والأورغا وغارسيا. نعم، لعيونك إلزا اليوم أنطق، لأن الشعراء تغزلوا بك، جيجر خون وحامد بدر خان وخليل سيسوني وعمر حمدي رسمك وسماك بمالفا. هكذا المرأة الكردية. أنا من نافندا جنا عفرين بصوت الحر أقول لكم بات أن تستيقظوا. آن الأوان إلى متى؟ اليوم بوتين يسمع الموسيقى التشايكوفسكية مع براميل بالطائرات على رؤوسنا 11 سنة والصمت العالمي. نعم يا بوتين، تقتل أطفالنا ببراميلك مع إيقاعات تشايكوفسكي. هل مات هتلر وستاليني وأتى ستالين آخر ببوتين الآن؟ أي عصر نحن الآن؟ لقد فعله هتلر قبلك يا بوتين، مع حرق اليهود وصراخ الأمهات يحترقون ويسمعوا موسيقى بيتهوفن. نعم، التاريخ يتكرر.
رغم ذلك أحبك يا كردستان. أنا بحائرة يا نازلي خليل علي يا أم كردستان، إلى متى هذا الصمت؟ سآتي زاحفة انقطع يدي، فالقلم والرصاص في صوت الجلاد، لأغني مع سميح شقير وشيفان ومارسيل خليفة وأحمد قعبور، وأعزف بصقي مثل أحمد كيلو وأوديك. أنا كردية نعم، وأفتخر بكرديتي. سأشعل شمعة أوقدها فوق الشهداء والأبطال، من مصطفى برزاني وقاضي محمد وهافرين خلف وتشيتشا كوباني وسكينة جانسيس وملك نبي وكل الشهداء العالمي والكردي. وسأشعل شمعة فوق قبرك يا ليلى قاسم، وسأحمل وردة أهديها لأختي الأمازيغية، لأنها مثلي تعاني. الأمازيغيون في الشرق الأوسط أيضا بلا حقوق.